السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كان بخير وبصحه وسلامه. اليوم حبيباتي حبيت نشارك معكم هذه الوصفه اقتصاديه بنينه قد ما نشكركم فيها وقليل. فوالا البنات والطريقه بزاف جديده وماهيش معروفه، ما درتها ولا وحده في القناه ديالها. هذه الوصفه جديده. فوالا كما راكم تشوفوا هنا البنات عندي مقادير بسيطه اقتصاديه وفي متناول الجميع. هذا المواد اللي راكم تشوفوا فيهم كامل في الفريجيدار ديالكم. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا البنات عندي كميه تاع شوفلوغ، كنت غسلته نقيته ودرته درته في الماء والملح يغلي حتى يطيب لي. فوالا وهنا كما راكم تشوفوا عندي حبيبه تاع بصل تكون متوسطه وقطعتها مربعات صغيرين، وعندي ربع صدر تاع الدجاج كنت رحيته في الروبو، وعندي شويه تاع المعدنوس بيان سور راكم تعرفوا بلي شوفلوغ يحب المعدنوس. هنايا البنات كما راكم تشوفوا في المقله ديالي سخنتها مليح حتى تحسوا باللي راح يخرج منها الدخان من هذيك المقله، تسخن مليح. فوالا وحطيت الشوفلوغ تاعي كما راكم تشوفوا، بقيت نفتح فيه بهذيك الفرشيطه كما راكم تشوفوا. فوالا كما نقولوا فتايت صغار، ما نخليهمش حتى يتعصد، لا كما نقولوا شويه يبانوا. فوالا ونخليهم البنات حتى يتحمس لي مليح حتى اللون تاعو يولي لي ذهبي في هذه المرحله البنات، لازم تحمسوه لي مليح وقلت لكم يولي لكم لونه ذهبي. وفوالا حطيت له هنايا بعد ما كما نقولوا تغير اللون ديالو، درت فيه شويه تاع الملح وفلفل اسود والمعدنوس بيان سور. حمستهم هنايا البنات مليح ومن بعداتك حطيتهم في لي ريسيبيون باش يبرد لي شويه. فوالا بزاف البنات هذه الطريقة روعة، نتمنى تجربوها وبزاف بنينة وما تحقروهاش بالعين. فوالا هاكا البنات كما راكم تشوفوا خلطتها مليح وحطيتها قلت لكم في لي ريسيبيون باش هكايا تبرد لي هنايا. فوالا البنات وفي نفس المقله البنات ندير شويه نتاع الزيت كما راكم تشوفوا، ونحمس البصل ديالي مع شويه ملح وفلفل اسود كذلك. وهنا يا البنات البصل ديالي لازم حتى يذبالي مليح ما تخلوش هكاك فيه شويه قرمشه ولا لا يبان لكم مليح. من بعداتك تحطوا هذيك الكميه نتاع لا فيانداشي تاعكم. انا قلت لكم هنا البنات الفيانداشي ولا ربع صدر فقط ورحيته في الروبو، هذا ما كان، وشويه ملح وفلفل اسود وهو طاب. فوالا هنايا بعد ما طاب لي حطيته فوق هذاك الشوفلوغ اللي كنا طيبناه من قبل. فوالا وهنايا البنات كما راكم تشوفوا الريحه بزاف روعه. وما تنساونيش حبيباتي بلي جام راكم ناقصين بالبزاف. لحقتي لهنا ومازال ما درتيليش جام، يلا ضربيها بجام تشوفي. انا غنقصر برك، هذا ما كان غير باش برك الواحد الانسان شويه تشجيع من عندكم باش هكايا باش القناه تستمر. هذه هي. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا البنات بعد ما بردت لي شويه حطيت فيها 2 حبات نتاع البيض. وهنايا كانت البنات عندي كميه تاع بطاطا مقليه، انا ما بارطاجيتهاش معاكم باش هكايا الفيديو ما يجينيش طويل. حطيت فيه كذلك 2 حبات تاع البيض كما راكم تشوفوا هنايا. المقله ديالي درت فيها شويه تاع الزيت وحطيت الطبقه الاولى نتاع شوفلوغ. البنات في هذه المرحله اللي حبت دير كما نقولوا كميه نتاع فروماج رابي، ولا حتى الفرماج هذاك تاع لاباشكيري تكوني قطعتيه مربعات ودرتيه من الفوق. فوالا ومن بعداتك تحطي الماء كما نقولوا الطبقه الدوزيام تاع البطاطا اللي كنا خلطناها مع شويه تاع الملح والبيض. فوالا هكذا يا البنات نخلطها كما نقولوا المقله تاعنا غير بشويه هكايا، اشاك فوا نحرك المقله ديالي باش هكايا لا شوفلوغ ديالكم ما يلصق لكمش وما راهوش رايح يلصق لكم كي تكون المقله تاعكم سخونه. فوالا ما تنساونيش حبيباتي في الجام تاعكم راكم ما بينتوليش كامل. فوالا شوفوا لي هنايا البنات بعد ما حمرت لي على الوجه الثاني درت لها كما نقولوا قلبت الخبزه ديالي على الوجه الثاني كما راكم تشوفوا. الخبزه ديالي جاتني حميمره ما شاء الله
تستاهل فمكم وتستاهل التجربة. يلا البنات تشجعوا، روحوا جربوها واكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي وش رايكم فيها، كما نقولوا اعطوني رايكم 100%. فوالا، حتى واذا ما عجبتكمش معليش تكتبوا لي تحت قولوا لي باللي جربناها وما عجبتناش. فوالا، وهنا يا بنات حبيت نقطعها معاكم باش تشوفوا يعني الطريقه اللي كما نقولوا الشكل تاعها كيفاش جاتني اون ولا غير خبزه تاع باتيسري. شوفوا شحال جات يعني بزاف بزاف روعه. وبلوس دي سا قلت لكم لازم درتوا لها الفرماج يعني في الوسط ما بين الشوفلوغ والبطاطا، حطيت لكم واحد الذوق ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. هذه هي البنات، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وما تنساونيش ديروا لي جيم البنات، يلا شجعوني باش القناه تستمر. وكما نقولوا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وتهلاو في صحتكم، والى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.